بالظبط زي ما قريت كده. دكان شحاته رائعة مخرج الواقعية الاستاذ خالد يوسف فيلم كوميدي، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. شوف انت بقى في الاخر قدرت اقنعك ولا لا؟ طب ايه اللي خلى دكان شحاته كوميدي؟ ما الفيلم عادي اهو، ما فيهوش نقيب ب3 نجوم نازل فحت وردم في الناس ولو ليا كبيره قاعده تبكي وتنوح طول ما الفيلم شغال. ما خدتش بالي معلش طلع فيه. هو كوميدي بسبب انه مليان عبث، دكان العبث او دكان عباطه زي ما بحب اسميه. فيلم عبثي وغريب بطريقه احنا يعني ما ينفعش نسكت عنها حقيقي. يعني احنا لازم نتكلم، محتاجين نسلط الضوء على التحفه الفنيه اللي قدامنا، اللي ما تفهمش المخرج كان ضارب ايه وهو شغال عليها الا لما تعرف الفيلم اخراج مين، يعني ساعتها هتفهم هو كان ضارب ايه. شوف العبث بادئ من امتى؟ بيقول لهم اللي هيبوسه هياخد كراميلا، فكلهم بيبوسوه الا سالم بيخلع وبص مش طايق الولا اللي هو ده انت لسه متعرف عليه حالا. الكراهيه لحقت تتولد امتى؟ ما تجاري طب الموقف وتبوسه عشان الكراميلا. خليك طفل منافق يعني ليه الوضوح ده انت مشخصنها من بدري بقى. هي فعلا الامور متشخصنه وبتكبر الشخصنه دي مع العيال، وبيكبر في نفس الوقت قدر انحياز ابوهم لشحاته اللي كان واخد صفه وكارف لاخواته لمجرد بس ان امهم مش كويسه وسابته وخلعت وهم صغيرين. التفرقه بين الاخوات وتفضيل شحاته عليهم ملهاش اي اساس. طب يا اسطى يا ست مش كويسه ومشيت تمام، لكن يعني دول عيالك يا معلم. امهم هربت وهم يا دوبك اطفال، فما لحقتش تزرع فيهم اي شر او وحاشه يعني. ولو دي حاجه اتكونت فيهم يبقى بسبب المعامله من الاب والتفرقه القاسيه بين الاخوات، مش بسبب ان امهم ست مش كويسه. لا انت اللي معرفتش تربي يا معلم حجاج. عيالك ناقصين ربايه بجد يعني. فين اخلاق الصعايده؟ بس صعايده ايه بقى؟ ده مفيش صعيدي بجد في الفيلم ده غير الراجل اللي بيقول مواويل في الخلفيه. ابويا روح يا ناس وحنان وراح مني. ده الصعيدي الحقيقي بقى، انما الباقيين كده تحسهم اي صعايده تحت التمرين، صعايده اونلاين. ما تقول الصعايده اقل حاجه. بص كده على الستات، ايه الشعر ده؟ ايه الرقبه دي؟ ايه اللحوم دول؟ يا استاذ خالد انا مراعي انك عايز تستعرض قدرات هايفه عشان تبيع الفيلم على اساسها، بس مش كده. انت نسيت حاجه وانت داير تستعرض في كل حته من الولايه يا مخرج الواقعيه. الشخصيه المفروض اصلها صعيدي واخوها بلطجي كبير يعني ما شاء الله وفتوه وليه وضعه، واخته ماشيه بكميه لحمه تسد مجاعات مستضعفين افريقيا. الهانم تستعرض وانا اتفرج وانا بمنتج الحلقه. بالنسبه للمونتاج بقى، المونتاج في الفيلم ده عمل حاجات غريبه جدا بصراحه. هنا المفروض كانت تقول الكلمه دي مرتين، خلوها تقولها مره واحده وعملوا لها تكرار بالمونتاج فبقت كده. بس يا حبيبي وهنا كمان ساكنه فين يا بيس؟ مش هقولك يا شحاتة. لازم تقولي لي ساكنه فين يا بيس. مش هقولك يا شحاتة. لازم تقولي لي ساكنه فين. مش هتقولي له يا ايه؟ يا شحاتة. ده ربنا يكون في عون شحاته والله. شكل هيفا ما عرفتش تحفظ السكريبت، اول تجربه بقى. وتحفظ ليه يعني؟ هو المخرج عايز حفظ؟ ده يا دوبك عايزها تتلون باضافه الباقي يعني. مشهد تاني في الفيلم كان بطله سوء المونتاج. اعمل لي كيلو سمين مشكل. جسمك ما عادش يستحمل الحاجات دي. بس يا واد ابوك لسه حديد. مش انا اللي قاطع على فكره، هي القطعه كده من ده لده في ثانيه، مجرد قطعه بس حولته من مشهد جد لمشهد كوميدي. كلاون يا معلم حجاج. وابنك شحاته بقى كلاون اكتر منك على فكره، مش طيب زي ما انت فاكر، لا هو كلاون. الطيبه ليها حدود، انما اللي هو فيه ده سذاجه مفرطه. كان بيعدي من الاول ويفوت وما كانش بياخد اي موقف، وده خلى اخواته يسوقوا فيها بقى ويجوا عليه بزياده وهم متاكدين انه هياخد على دماغه ويسكت عادي جدا. على راي تتح، ألذ حاجه ان انت تكون نايم واكل على قفاك 24 قراط. عايز ايه تاني؟ نايم متظبط نفسيا محطب وزي الفل. شخصيه شحاته من اول الفيلم لاخره وهي بنفس العبط ونفس السذاجه. والمشكله ان مش شحاته بس، كل شخصيات العمل زي ما بداوا زي ما انتهوا، مفيش اي فرق وما حصلش تغيير بجنيه. الشخصيه الوحيده يا راجل اللي اتطورت في الفيلم كله اسمها كرم غباوه. اللي هو غباوه ايه طيب؟ ده هو الوحيد اللي شخصيته حصل فيها تطور مع الاحداث، وتحس فعلا الوقت عدى عليه. مش شخصيه ثابته ما بتتطورش كانها فيلم كرتون، مش كرتون ياباني لا عشان بيزعلوا، كرتون حقيقي. كرم غباوه ده بقى جاب الخلاصه كلها، لخص الفيلم بمشهد واحد، جاب من الاخر حرفيا. قولي له بانه استحلى الظلم. ما هو في ناس كده تحب طول عمرها تتضارب وتشتكي تتضارب وتشتكي. خليك انت في دور الضحيه اللي انت عايش فيه. كام كلمه ادولك ملخص ساعتين وربع، ولا جدعها بتاع ملخصات افلام. مده كانت كتير قوي على فيلم زي ده لانها حرفيا راحت في الهوا. العمل مقسوم نصين، النص الاول ظلم والنص التاني محاوله الرجوع للظلم. شحاته بيتسجن في اخر النص الاول وبيطلع في التاني، وبعدها بيبقى عايز بقى يجمع اخواته ويلم الشمل والهرتله اللي كان بيقولها دي، وهي فعلا هرتله واي كلام. ما اصل هو كان مستني ايه يعني؟ اخواته دول نطروه من حياتهم اصلا وابوه لسه بيتدفن زي ما يكون ما صدقوا، وكانوا بيعاملوه اسوأ معامله وبيجلدوه بالكرباج حرفيا. ايه اللي كان شايف انه اتغير؟ ده مفيش حاجه اتغيرت غير قصه شعر عمرو سعد، رغم ان في مشاهد كده كان بيجيلك فيها احساس وهمي ان شحاته اتغير واللي حصل ده اثر فيه وما بقاش بنفس العبط والسذاجه. لكن زي ما قلت لك احساس وهمي. شحاته ما اتغيرش، ما حصلوش اي تحول، لا يزال كوتي كوتي جدا. السجن ما غيروش بجنيه، وبعد ما يطلع بيرجع يكر نفس الاسطوانه اللي حمدت من كتر ما استهلكها. ودول اخواتي في الاول والاخر
الاخر ومش عايز اعيش وحيد والكلام ده. اخواتي فضلوا يضربوا فيها لحد ما جتتي نحست، مبقاش في حاجه توجع، الحاجه الوحيده اللي ممكن توجعني اني اعيش لوحدي واموت لوحدي. لكن يا اسطى انت مش مشكلتك تعيش وحيد، انت مشكلتك تعيش طبيعي. انت مازوخي يا بيه، بتدور على الاهانه فين وتجري عليها. قعدت تسكت على حقك لحد ما نسيت اصلا ان ليك حق، وما بقاش عندك اي مشكله انك تعيش في النار لمجرد انك ما تبقاش لوحدك، لان لو ده حصل مش هتلاقي حد تمارس هوايتك المفضله معاه وتخليه يجلدك بالكرباج. انت اتعودت على الاهانه والذل وكيفك جه عليهم، ما اتعودتش على اللمه والونس. لا، عامل زي البنت اللي الواد اللي معاها بيمرمطها حد واربع وبيديها على دماغها لحد ما تقول بس، ويا دوبك بس يشاور لها تروح له عادي، او حتى من غير ما يشاور. ما قشطه يعني، ده بيحبني برضه، ما قشطه يعني دول اخواتي برضه. وفي النهايه الاتنين بيبقوا الطرف الخسران. شحاته يمين شمال مستحيل كان يوصل لنهايه كويسه. مش بقول لك كلاون زي الوالد، هنستنى ايه من عيله بتحب عبد الناصر؟ ما هو كمان كان كلاون. اديكي 100 جنيه لو قلت لي يقصد ايه لما حط صوره جمال عبد الناصر على الشرخ اللي في الحيطه. لكن في كلاون رابع بقى غير ناصر وحجاج وشحاته، مخرج الواقعيه السير خالد يوسف، اللي عامل فيلم غريب مش محدد هو عايز ايه. احنا ايه بقى، هنجيب الخير المطلق والشر المطلق وهنحطهم بقى في قصه شعبيه وورث والكلام ده، وفي النص كده هنحط شويه صدور ووراك وهترزق يعني. لا عيب عليك، واحنا هننسى السياسه؟ هنديها سياسه. ده المخرج سياسي وناصري كمان، يعني اللي هو بيحب عبد الناصر مش عارف ليه. فاحنا طول العمل بقى ايه، هنمجد في عبد الناصر ونلعن في مبارك والسادات. ربنا يرحمك يابا. المشهد ده يتفهم بكذا طريقه. المعنى اللي على الوش انه افتكر ابوه بجد لما شاف الصوره وكده، لكن مخرجنا العظيم مش بالسطحيه دي برضه. شحاته هنا بيكلم ناصر مش حجاج او خالد يوسف اللي بيكلمه بقى. شحاته ايه، مشهد مقحم يعني. الراجل ما شاء الله مغرق العمل باراء سياسيه على اساس انها رمزيات. اصل حجاج ده بقى يا حبايب قلب عمه خالد بيرمز لعبد الناصر، والدكان بيرمز لمصر، واللي عمل ولاد حجاج فيه بعد ما مات بنلقح بيه على مين بقى؟ على السادات الوحش. الله يسامحه بقى، اللي عمله في البلد لا يمكن هنخرج منه ولا بعد 100 سنه. لان اخوات شحاته طبعوا مع اولاد قماشه المطبخ وباعوا لهم الارض. دكان شحاته قلب سفاره اسرائيليه فجاه كده. لا تسوي نفسك هنيدي ومدحت العدل يا طعميه، لا عرفت تعمل فيلم سياسي بحت ولا فيلم بيناقش قضيه اجتماعيه ولا فيلم حتى تجاري. فيلمك مش مفهوم يا استاذ، مش عشان انت مخرج ما حصلتش وبتعرف تعمل افلام صعبه الفهم. انت عبيط يا خالد. انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ بيتقال دايما ان اي حد بيمثل مع السقا في اي عمل بيعلي عليه وبياخد منه الكاميرا. من غير امثله يعني، انت اكيد فهمت قصدي. موضوع بيتردد كتير يعني، يمكن انت تبقى من المقتنعين بكده، دي حاجه ترجع لك، لكن في ناس تانية وكتير قوي بالمناسبه مش شايفين كده. في اختلاف يعني على كذا حاجه. فاحنا النهارده هنعمل ايه؟ هنركز على المره اللي عليها اجماع من الكل ان ده حصل، لان في المرات التانية كلها في اختلاف، في اراء، في كلام بيتقال. لكن في حاله المصلحه سالم المسلمي بيحسم اي جدل. الشخصيه اللي شالت الفيلم بالكامل وعرفت تتعلم مع الناس وتسيب بصمه في ذاكرتهم. سيبك من مشاكل الفيلم واللي هي كتيره جدا بالمناسبه، وركز بس مع سالم، هو اللي هيسحلك معاه اصلا تلقائي. انت مش هتحتاج تروح له، هتلفت نظرك ومن اول مشهد الشخصيه الغريبه دي واللي ما تفهمهاش. طب يا عم انت مجنون ولا عاقل ولا بتستعبط؟ انت فيك الخير ولا فيك الشر؟ غير مفهوم بالمره، مختل، موسوس، مشكوك في ميوله. هنا بيبقى متعصب وبيزعق عشان ما حطوش للاسد اكل، وبيقول ما بتاكلوهاش ليه، هو مفيش رحمه؟ وبعد كده بيقول لابو فياض انا عايزه مجزره. مفيش رحمه. هنا هو الشرير لكن يعني